السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت بخلص مشاوير كده في الجامعة ليها علاقة بشهاداتي، فبياخدوا مني صور شخصية. فالموظفة بصت في الصور وبصت لي تاني وقالت لي حضرتك الصور لازم تبقى حديثة. فقلت لها ما الصورة دي حديثة. قالت لي لا حضرتك ملامحك متغيرة. قلت لها اه يا استاذة دي قريب بس انا خسيت. قالت لي لا معلش ما ينفعش، احنا محتاجين صور حديثة. فشكرا يا مصر. رحت اتصورت صورة بالقلاجة دي، دربت طقم قلاجة ورحت متصوره ادور على استوديو عشان انا مش عارفه اخر مره اتصورت في استوديو امتى اصلا يعني. ورحت عامله الصوره دي، عمل لي صوره وكارت حلو القلاجه. المهم جبت الصوره والقلاجه واستخسرتها وقلت قبل ما اغير على طول اصور لكم فيديو مهم هو اللي انا عملت عنه بوست من كام يوم، وانا بقول ان الطفل اللي عنده ADHD بيكبر بيبقى ايه؟ اب او ام عندهم ADHD برضه. اقول لكم بقى حكايه البوست ده ايه. قاعده في التقييم مع اب وام جايين لتقييم ابنهم اللي عنده 6 سنين. الام شايفه ان الولد ADHD، هي قاريه عن الاضطراب، هي فاهمه الاضطراب، هي عندها معلومات مش بطاله عن الاضطراب، وهي بتقول انا شايفه ان ابني مش طبيعي وانا شايفه ان ابني ADHD. والاب بيعارض الام كل 3 ثواني من كلامها، وكلامه مندفع الى حد كبير، بيتكتك طول ما هو قاعد بايده ورجله من تحت كده ما ثبتش، بيتحرك كتير جدا في مكتبي، يعني بيتحرك يروح يقف عند الشباك يجي تاني يقعد على الكرسي يبدل معاها الكراسي اللي هم قاعدين عليها، يعني كده الى حد ما هو متوتر. فانا سمعت الكلام الام كله، كل الشكاوى اللي قالتها الام، كل الاعراض اللي وصفتها الام اللي تمس اكل الطفل ونوم الطفل وحركه الطفل والحوادث اللي كتير اللي بيعملها الطفل واندفاعيه الطفل في الحركه والكلام. وكل ما تقول عرض يرد الاب يقول مش معناها كده انه عنده ADHD، هو طالع لي، ما هو طالع لي، ما انا كده، ما هو مش ده مش شرط، مش معناها كده. يعني تقريبا كل عرض تقوله هو بيستدل بجمله انا كده، او هو طالع لي، او ما هو زيي، انا كنت كده وانا صغير، حاجه شبه كده. فانا خلصت الاعراض مع الام وقلت لهم والله في الحالات اللي شبه كده احنا بنشخص ازاي؟ احنا بنشخص عن طريق حساب عدد الاعراض اللي بيذكرها الاهل، ولو عدوا الحد الادنى من العدد اللي قال لنا عليه DSM-5 اللي هو الدليل التشخيصي اللي احنا شغالين بيه اللي عاملاه لنا الجمعيه الامريكيه، بنلجا للاختبارات الرسميه في الحاله دي. والاختبار في حاله الشكوى دي هي اختبار كونرز لاضطراب فرط الحركه وتشتت الانتباه اللي هو ADHD. تمام؟ ده المشهور يعني عن اختبار كونرز، وان كان يعني هو بيقيس حاجات تانية بس ده المشهور عنه. فانا شرحت الكلام ده لولي الامر، فانا قلت كده للام. فانا بصيت للاب قلت له بس انا يهمني اسمع وجهة نظر حضرتك، هو حضرتك بتجزم ليه ان الولد اكيد مش ADHD؟ قال لي يعني انت شايفاه ADHD؟ قلت له سيبك من اللي انا شايفاه دلوقتي، انا ما بشخصش في الوهله الاولى كده، طالما في اختبار هنستنى الاختبار يقول كلمته، بس سيبك مني يعني رايي ايه، خلي رايي ده دلوقتي، انت رايك بناء على ايه؟ قال لي عشان الولد طالع لي. قلت له تمام، انا فهمت الثغره جت منين. ثواني بس كده، انا هسيب حضرتك تجاوب بنفسك على السؤال ده لما بس اوضح حاجه ليها علاقه بالADHD. قال لي اتفضل. فقلت له هو حضرتك فاكر ان الطفل البيبي اللي لسه مولود وهو ADHD تمام، اللي ما بينامش، اللي بيصرخ، اللي بيزمزق طول الوقت، العصبي الزرزون، اللي هو بيبي عنده ايام وعصبي جدا وبيفرج جدا وما بينامش جدا وعنده المشاكل دي، لما يكبر شويه ويبقى عنده 4-5 شهور هيبقى ADHD عنده 5 شهور. تمام؟ ففراج برضو، زنان برضو، بيعيط برضو، نومه قليل برضو، نفس الاعراض، لكن بقت تليق على 4-5 شهور. لما كبر بقى عنده سنه، لما كبر بقى عنده 4 سنين، تمام، بقينا بنجيبه من فوق الديب فريزر. هو الولد ده اللي احنا كنا بنجيبه من فوق الديب فريزر كده بنشده كده من كتر ما هو عمال يتشعلق ويتسلق وفراج بشكل مش طبيعي وهو عنده 5-6 سنين. تمام؟ هو عنده 20 سنه، حضرتك هنجيبه من فوق الديب فريزر؟ قال لي لا طبعا. قلت له اه طبعا، لا طبعا، لكن هل ADHD راح؟ هو ما راحش في حته حضرتك، ما هو جواه عادي، دي طبيعه جسمه. قال لي امال؟ قلت له ولا حاجه، الاعراض شكلها بيتغير مع السن، فاللي عنده 20 سنه وهو ADHD ما بنجيبوش من فوق الديب فريزر، ما بيتشعلقش على الحيطان، لكن هتلاقيه فراك، هتلاقيه بيقطع في هدومه، بيمضغ في الحاجات، بيتكتك بايديه برجليه، بيعمل اعراض تتناسب مع عمره. 10 سنين كمان وبيتجوز وبيخلف، بيبقى ايه؟
قال لي بيبقى ايه؟ قلت له بيبقى راجل اب او ام كبير وعنده ADHD. قال لي ثواني كده، ثواني، هو حضرتك تقصدي ان انا عندي ADHD؟ هو الحقيقه اللي بيشخص الكبار الطبيب النفسي، بس لو استدلال حضرتك الوحيد ان الولد طالع لك، ففي نسبة لا بأس بها وراثة. فهو طالع لك، بس مش ده العرض اللي بناء عليه هنستدل ان الولد سليم، او ان الولد ما عندوش حاجة خالص وما عندوش مشكلة وان الام بتهيالها. ومن هنا كانت الصدمة، فقلت ايه ده؟ هو الناس مش واخدة بالها ان في كبير ADHD؟ يعني حضرتك شغال معاك في الناس في الشغل، ممكن ناس شغالة معاك ADHD، ممكن زوج حضرتك يكون ADHD، ممكن زوجة حضرتك تكون ADHD. طبعا ممكن جدا. ما هيروح فين؟ ما هو الاضطراب موجود، ما مش هيمشي في حتة. لكن طبعا حدة الأعراض وشكل الأعراض بتغير من مرحلة عمرية لمرحلة عمرية مختلفة أو مرحلة عمرية غيرها، لكن ال ADHD بيفضل زي ما هو. فلقيت بقى رسائل جايالي لدرجة إن في تعليم من أخصائية بتقولي لا يا دكتور أنا مش فاهمة. يعني احيانا الناس ممكن ما تقراش باقي الدنيا، او يعني التعمق في فهم الاضطراب مش للناس العاديه مش بالقوه دي، واحيانا للاسف بعض المتخصصين مش بيبقوا مذاكرينها كويس. ال ADHD حاله، فهي طبيعه في الانسان هتفضل معاه على طول. هي حاله في جهازه العصبي بيتولد بيها وبيعيش بيها وبتفضل معاه في كل مراحل حياته. لكن احنا بنتدخل امتى؟ التدخل المبكر انسب واقوى وافيد، واللي هو اللي احنا بنسعى ليه. كل ما تدخلنا بدري، تغذيه وجلسات، تغذيه وجلسات وادويه، احنا بنتدخل بالمحاور دي. تمام. كل ما تدخلنا بدري، كل ما دربنا الطفل بدري، كل ما اشتغلنا معاه باستمراريه عاليه بدري، كل ما جبنا نتائج احسن، وحده الاعراض بقت اقل كتير، وشكل الاعراض بقى مختلف، والسيطره على الاعراض بقى افضل، والبدائل والتعامل مع بدائل الاعراض، عشان احنا مش قوالب. انا عايزه ابني يبان طبيعي. يعني ايه طبيعي يا مدام؟ يعني ايه طبيعي؟ انا عايزه حدش ياخد باله ان ابني مختلف. ما ياخدوا بالهم يا حبيبتي، هو عنده وحمه؟ ولو عنده وحمه يعني ايه ما حدش ياخد باله؟ ما ياخدوا بالهم من المختلف. ماله يعني؟ ما ياخدوا بالهم ان هو ابنك مختلف. فين المشكله؟ فلو ايه القضيه مش القولبه دي، هتلاقي نفسنا عادي بنستمتع بالعيال وبننبسط بيهم ونتقبل اختلافهم وبنتكيف مع شكلهم المختلف عننا او سلوكياتهم المختلفه عننا. دمتم تربويين وبخير وبعافيه. هستنى اي اسئله لحضراتكم ونعمل فيها فيديوهات تربويه ما عملناهاش قبل كده مع ماجدة عمار. احنا بتوع تربيه، دكتوراه العلوم التربويه، جامعه القاهره.